مسكوا في بعض وفرجوا عليهم الناس والشرطة وصلت. واقعة كبيرة بين بطلة إعلان قناة ميلودي وجيرانها داخل كومباوند شهير بحدائق أكتوبر. يا ترى إيه اللي حصل وإيه تطورات الواقعة؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. أزمة كبيرة حصلت في بيتها مع جيرانها وما كانتش عارفة تخرج من بيتها، وصلت لأقسام الشرطة وفي إصابات من غير ما نعرف السبب. كلامي هنا عن بهدلة كبيرة تعرضت لها ياسمين المصري بطلة إعلان قناة ميلودي، ومقولة اتحدى الملل على ميلودي على إيد جيرانها وسط حالة من الصدمة والجدل بخصوص اللي حصل معاها. اللي حصل ما كانش مجرد مشادة كلامية والموضوع خلص وخلاص، لا، الموضوع بدأ بأن إيمي المصري اتخانقت مع جيرانها، والطبيعي شدوا مع بعض بكلام وألفاظ لحد ما وصل الموضوع لبهدلة كبيرة بينهم ومسكوا في بعض. بلغت ايمي المصري الشركه من كتر ما هي ما كانتش عارفه تتصرف وتسيطر على الموضوع، فهو خرج من ايديها وحصلت مشاجره كبيره بينهم لحد ما اطلقت غرفه عمليات قسم شرطه اكتوبر بلاغ من ايمان، وهي ممثله وصاحبه اعلان ميلودي تتحدى الملل، بتقول ان في مشاده داخل محل سكنها بكومباوند شهير في حدائق اكتوبر، وانتقلت قوات الشرطه لمكان الواقعه واللي ظهر فيها وجود واقعه كبيره ووجدوا مصابين. وفقا لاخر التطورات ما فيش اي جديد يخص الواقعه حتى الان، مجرد مشاجره واصابات، ولكن السبب ما فيش سبب واضح عن اللي حصل. طبعا هنا انهالت التعليقات وكتير سالوا عن اللي حصل وانهم عاوزين يطمنوا عليها، وفي اللي اتوقع ان الخناقه ممكن تكون على الركنه او الجراج، وفي اللي قال طالما وصلت لاسم الشرطه يبقى الموضوع كبير جدا، مش مجرد خناقه بين جيران على ركنه او جراج، ممكن تبقى بين الاشخاص نفسهم وفي بينهم مشاكل قديمه فحصلت المشاده مع بعض. وفي اللي افتكرها واخد الموضوع في سكه تانية بعيد عن الحادثه والواقعه وقال يا هي فين ومختفيه ليه، ومحدش بقى بيجيبها في ادوار مع انها كانت بتعرف تمثل وتستاهل توصل لنجاح كبير. يا ترى مين هي ايمي المصري صاحبه اعلان ميلودي؟ في اول ظهورها كموديل اعلانات من خلال مشاركتها في حمله دعايه واعلان لاوائل القنوات الفضائيه وقتها، الكل حبها وحب طريقتها، وهي صاحبه مقوله اتحدى الملل، مفيش حد ما قالش جملتها من كتر ما كانت مشهوره وقتها، لكن الكل بعدها في قنوات المنافسه بقوا يقلدوها بنفس الطريقه وشكلها، وهي عملت قلبان في اعلانها ومفيش حد ما يعرفهاش. ايمان ممثله مصريه واكتسبت شهرتها من الحمله الدعائيه وقتها واللي كانت منتشره واخذت صدى واسع جدا وكانت لصالح مجموعه قنوات ميلودي. هنا كانت نقطه تحول في حياه ايمي المصري 180 درجه، واللي دخلت فيها مجال التمثيل بعد ما حققت نجاح وشهره واسعه في قناه ميلودي. شاركت ايمي في عدد من الافلام وحققت نجاح كبير جدا، ابرزهم زهايمر، حفله منتصف الليل، الوتر. مش بس كده، هي ظهرت بتقدم دورين في فيلم ما تيجي نرقص وكامل الاوصاف مع الفنان عامر منيب. كانت طلعت ايمي قبل كده في تصريحات صحفيه وتلفزيونيه وقالت فيها انها ما عندهاش مانع تعمل كل الادوار بس تكون في سياق الدراما وبعيدا تماما عن اي اسفاف. في النهايه تفتكروا ايه اللي حصل لايمي المصري وايه توقعاتكم لسبب الخناقه؟ يا ترى فاكرينها ولا لا؟ شاركوني برايكم في التعليقات.